حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأراضين ورب السماوات. وأشهد أن تاج الرؤوس، وأن حبيب القلوب، وأن مقلة العيون أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رسول الله يا كنز العطايا، ويا روح المسافر في الدروب، وعلى آله وصحبه الميامين، ومن سار على الدرب إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم وهذه النفس المقصرة المذنبة العاصية بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياها بالعودة والرجوع والإنابة والأوبة والتوبة إليه جل في علاه قبل فوات الأوان. أيها الكرام، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ذلك الرجل الذي يسير على الصراط فيقع مرة ثم يقف أخرى، يكبو مرة ثم ينهض أخرى، حتى إذا ما وصل إلى نهاية الصراط نظر من خلفه وإذ به قد أخرج من النار، بعدما دخل أهل الجنة إلى الجنة، وبعدما نعموا في النعيم وسكنوا القصور وزوجوا الحور، إذ به يخرج من النار ويسير على الصراط حتى يصل، ثم ينظر إلى النار إلى جهنم، ثم يقول تبارك الذي نجاني منك، والله ما أعطي أحد في الأولين والآخرين أفضل مني. قد دخل أهل الجنة الجنة، سكنوا القصور وزوجوا الحور، وهو يقول والله ما أعطي أحد في الأولين والآخرين أفضل مني. وبعد هذا العطش وبعد هذا الخوف الشديد ينظر أمامه فيرى أمامه شجرة لها ظل، فينادي يقول يا رب أسألك أن تبلغني تلك الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي إن أعطيتك إياها تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال يا رب إن بلغتني إياها أعاهدك ألا أسألك غيرها. فيقول الله عز وجل هذه لك، فيسير بقدميه إلى تلك الشجرة فيشرب من مائها ويستظل بظلها، وبينما هو كذلك إذ به يرى شجرة أخرى
هي أجمل وأحلى من التي قبلها. فيعود إلى الله يقول يا رب، يقول أسألني يا عبدي، فيقول يا رب أسألك أن تبلغني تلك الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل عبدي ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غيرها؟ فيقول يا رب أعاهدك إن بلغتني إياها أي الثانية ألا أسألك الثالثة. فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي وهذه لك. فيسير إليها ويستظل بظلها ويشرب من مائها، وبينما هو كذلك إذ به يرى شجرة ثالثة هي أجمل وأروع وأحلى من التي قبلها والتي قبلها. فيعود إلى الله يقول يا رب أسألك أن تبلغني تلك الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم ما أغدرك، يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غيرها؟ ألم يكن بيني وبينك عهد؟ يا ابن آدم ما أغدرك. ككل عهودنا في الدنيا حينما نعاهد الله ونحن على فراش المرض ألا نترك الصلاة فنشفى فنترك الصلاة، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا ولما وصلنا الشاطئ عصيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا ولما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. يا ابن آدم ما أغدرك. لكن الله عز وجل يعذره لما يرى من ضعفه، فهو الذي خلقه ويعلم أنه ضعيف، يعلم أن عنده مسكين لا حول له ولا قوة إلا بالله. كضعفنا نحن، فنحن لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. مهما بلغنا من قوة، مهما بلغنا من صحة، مهما بلغنا من جبروت، مهما بلغنا من شباب، مهما بلغنا من همة، نحن لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فيبلغه الله الثالثة. وبينما هو كذلك إذ به يسمع أصوات، يسمع ترانيم، يسمع صوت أفراح وصوت أناشيد، فيعلم أن تلك الأصوات هي أصوات أهل الجنة. فيرجع إلى الله فيقول يا رب أسألك أن تدخلني الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى ادخلها، ادخل هذه الجنة، ادخلها. فيأتي إلى أبوابها فيعود إلى الله يقول يا رب كيف أدخلها وقد سكنوا القصور وزوجوا الحور؟ الرجل يظن أنه لا مكان له، قد دخلها أهل الجنة قبل آلاف السنين. فيقول يا رب كيف أدخلها؟ أي مكان لي بين هؤلاء؟ زوجوا الحور وسكنوا القصور ونعموا بالنعيم، كيف أدخلها؟ فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي أفلا يرضيك أن يكون لك فيها مثل ملك ملك من ملوك أهل الدنيا؟ فيقول رضيت ربي رضيت. فيقول الله عز وجل ولك فيها 10 أضعاف مثل ملك ملك من ملوك أهل الدنيا. فضحك ابن مسعود رضي الله عنه، راوي الحديث، ضحك ابن مسعود قال ألا تعلمون مما أضحك؟ قالوا من ماذا يا ابن مسعود؟ قال أضحك من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا بهذا الحديث. فلما قال الله سبحانه وتعالى للرجل ولك فيها 10 أضعاف، يقول الرجل يا رب أتهزأ بي وأنت الملك؟ 10 أضعاف، أتهزأ بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود فضحك، قال تسألون مما أضحك؟ مما؟
قال من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت من ضحك الله عز وجل لهذا العبد، فضحكت من ضحك الله عز وجل لهذا العبد. فيقول الله عز وجل عبدي لا أهزأ بك ولكنني على ما أشاء قادر. لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. فيقول رضيت ربي رضيت، رضيت ربي رضيت. أيها الكرام، هذا هو خبر آخر من يدخل الجنة. آخر رجل يدخل الجنة هذا حاله، له في الجنة مثل 10 أضعاف من ملك ملك من ملوك أهل الدنيا. انظروا إلى هذه الدنيا، انظروا أعظم ملك من ملوك أهل الدنيا في زماننا كم عنده من الملك. في زمان قد مضى أعظم ملك كم عنده من الملك، ولك فيها 10 أضعاف مثل ملك ملك من ملوك أهل الدنيا، وهو آخر من يدخل الجنة. فكيف بأول جماعة وزمرة تدخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة؟ أسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يجعلنا من أول جماعة وزمرة تدخل الجنة خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، الجنة عروس مهرها قهر النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام أصحابه قال ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ قالوا نحن المشمرون يا رسول الله. ولهذا كانوا ممن بشروا بالجنة، ولهذا خاضوا الغمار وخاضوا الحروب وجاهدوا الأنفس حتى يحصلون ما عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من الجنة أيها الكرام يسير الراكب الجواد تحت ظل شجرة في الجنة 100 عام لا يقطع ظلها. الراكب الجواد يسير تحت ظل شجرة في الجنة 100 عام لا يقطع ظلها. فأين المستعدون؟ الجنة أيها الكرام لا تأتي لأحدنا بالكلام، لا والله، وإنما في سواد الليل بدمعة وركعة، وإنما ببكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. أما الكلام فكثير، أما الكلام فكثير. فلينظر كل واحد منا لنفسه ماذا قدم لجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. والله، وأختم بهذه الكلمات، والله إنها لمصيبة المصائب. وهذه رسالة لتارك الصلاة، هذه رسالة لقاطع الرحم، هذه رسالة الذي يتعامل بالربا. والله مصيبة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يكون لك فيها موضع شبر. والله مصيبة. لما؟ لأنك تركت الصلاة. لما؟ لأنك عاققت والديك. لما؟ لأنك ذهبت إلى أماكن الحرام. لما؟ لأنك زنيت. جنة عرضها السماوات والأرض لا يكن لك فيها موطن ذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر